انا عمري ما كنت اتخيل ان الضحك يبقى مرعب بالشكل ده. القصة دي حصلت لي من كام شهر، ولسه لحد النهاردة لما بفتكرها جسمي بيتقشعر. هحكي لكم من الاول، يمكن تصدقوني ويمكن لا. كان الصيف والشمس نار، والبلد هادية بشكل يخلي اي حد يزهق. انا واصحابي كنا دايما بنلعب في الشارع، وانا راجعة من الدرس لقيت حاجة غريبة عند فتحة الصرف الكبيرة في اخر الشارع. بالونة حمرا واقفة لوحدها. قربت ابص عليها وفجأة شفت وش البهلوان، وش ابيض جدا وعليه رسمة ضحكة كبيرة، وعينين سودا غامقة زي حفرتين. سمعت صوت من جوه، صوت هادي بس مخيف، قال لي: انتي بتحبي البلالين يا جميلة؟ اتصدمت وقلبي كان هيقف، وسألت بخوف: انت مين؟ رد عليا بنفس الضحكة الباردة: انا صاحبك بهلوان الضحك. ظهر اكتر ولبسه ملون زي بهلوان السيرك، لكن مليان بقع سودا وحمرا كأنها دم. قال لي: تعالي نلعب. انا جريت بأقصى سرعة عندي لحد البيت. كنت فاكرة ان الموضوع خلص عند كده، لكن كانت مجرد البداية. تاني يوم يوسف صاحبي اختفى. اخر مرة شفناه كان ماسك بالونة حمرا. تالت يوم سارة اختفت، وبعدها كريم. الاطفال بدأوا يختفوا واحد ورا التاني، والبلد كلها اتقلبت. بس المرعب ان بعد كل اختفاء كانوا بيلاقوا جثة الطفل قدام بيته. جثث مش طبيعية، عيونهم مفتوحة على الاخر، ووشوشهم عليها ضحكة مرسومة بالدم. وانا كنت شايفة الحقيقة. كل يوم البهلوان بيظهر لي في المراية او في الحلم، حتى في صوتي لما بضحك، لدرجة اني بقيت بخاف اضحك. البهلوان بقى مراقبني في كل مكان. في يوم قررت اهرب. جهزت شنطتي وقلت اخرج من البلد قبل ما يجي الدور عليا. وانا ماشية في الشارع حسيت بخطوات ورايا. بصيت لورا لقيته ماشي بهدوء، ضحكته بتعلى وماسك بالونة حمرا في ايده. جريت وهو جري ورايا. صوت ضحكته كان بيخترق وداني، والبالونات بتفرقع حواليا. وفجأة الأرض اتفتحت تحت رجلي ووقعت جوه المجاري. لما فقت كنت متعلقة في سقف أوضة ضلمة جدا، ريحتها عفن ودم بايت، والمية بتنقط من المواسير. ايديا ورجلي مربوطة بسلاسل مصدية. حواليا كان في أجساد أصحابنا، يوسف وسارة وكريم، كلهم متعلقين زيي لكن ميتين. وجنبي كان البهلوان واقف بيلعب بالبالونات كأنه في السيرك. وشه أبيض وعليه شروخ سودا، وضحكته عالية جدا عاملة صدى في المكان. ايده ماسكة خيط طويل عليه عشرات البلالين الحمراء، وكل بالونة مكتوب عليها اسم من اسماء الاطفال اللي اختفوا. قرب مني ببطء وعينه سودا بتلمع في الضلمة. مد وشه عند ودني وقال لي بصوت خشن: كنت فاكرة نفسك هتهربي يا جميلة؟ جاب من ورا شنطة جلد كبيرة، فتحها قدامي وطلع منها ادوات غريبة: سكاكين صغيرة ومشرط ومطرقة مصدية. بدأ يضرب المطرقة في الارض، وكل مرة يضحك اكتر واكتر كأنه مستمتع بخوفي. بصيت في عينه لقيت فيها انعكاس نفسي، ودموع بتنزل من عيني من غير صوت. فجأة مسك المشرط وقرب من رجلي.
حسيت ببرودة المعدن وهو بيقطع حتة من جلدي. صرخت صرخة بصوتي كله، لكن الضحكة بتاعته غطت على كل حاجة. كان بيجمع الدم في بالونات صغيرة وينفخ فيها ويحطها على الرف كأنها تذكارات. البهلوان وقف فجأة وبصلي وقال لي: الجزء ده من اللعبة خلص، دلوقتي هنبدأ المتعة الحقيقية. ورسم الضحكة بالدم على وشي. كنت حاسة ان روحي هتخرج، لكن في اللحظة دي حصلت حاجة ما تتوقعهاش. سمعت صوت حد بينادي اسمي من بعيد، صوت أحمد. فضلت أصرخ بأعلى صوتي: أحمد يا ياسين ساعدوني. البهلوان ضحك وقال: الفرقة كملت، الحفلة لسه هتبدأ. وفجأة الباب اتكسر. أحمد وأخويا ياسين دخلوا ومعاهم كشافات ومواسير حديد. أول ما شافوني وشهم اتصدم. البهلوان اترجع خطوتين لورا، بس ضحكته موقفتش. ياسين هاجمه وضربه بالمواسير بكل قوته، لكن البهلوان مسك الماسورة بإيده العارية ولفها لحد ما اتقطعت نصين. الضحكة بتاعته كانت بقت غليظة وعميقة ومرعبة، والأنوار بدأت تترعش في المكان. بدأت المطاردة جوه المجاري. البلالين كلها فرقعت مرة واحدة بصوت مدوي، والمية اتفتحت في كل المواسير. غرق المكان والإضاءة اتقفلت. أحمد شدني من السلاسل وقطعها بالعافية، وأنا وقعت على الأرض وسط الدم والمية. وفي لحظة المواجهة الأخيرة ياسين غرز السكينة في صدره بكل قوته. البهلوان وقع على الأرض وقال وهو بيموت: اللعبة لسه مخلصتش، الجزء التاني قريب. الأرض تحتنا بدأت تتهز، فتح حفرة ضخمة وبلعته قدام عينينا. واحنا بنجري نطلع من المجاري، فجأة ظهر قدامنا بالونة حمرا طايرة في الهواء، مكتوب عليها بالدم: إلى اللقاء يا أبطال. القصة دي حقيقية، فهل تصدق أم لا تصدق؟